السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة عاملين ايه؟ بصوا الجمال ده يا بنات. اللي هو ايه ده؟ المش او الجبنة القديمة. مبدئيا كده جبنة قريش هنحولها لجبنة ناشفة عشان نعملها مش. الجبنة دي انا كنت مخلياها، جبتها وسبتها 5 ايام اما تنشف كده مع نفسها. نزلت الشرش ده بتاعها. الجبنة دي يا بنات مملحة، فانا هجيب طبق او بولة وعليه مصفى كده، وهنشفها من الشرش بتاعها. هسيبها كده تتصفى خالص عشان لما اعمل المش ما يعزلش معايا، تطلع كده لفة وحلوة، طعمها جميل. في ناس بتشرشها ازاي؟ يعني بتعمل الطريقة دي وتحط لها ملح وشطة. انا مش هحط ملح لان هي الجبنة جايباها مملحة من الست، يعني اللي انا باخد منها مملحة. ولو عايزين اعمل لكم طريقة الجبنة القريش اعملها لكم. جايباها مملحة ومش هحط شطة لان هحط في خميرة المش شطة كتير عشان ما تطلعش حامية، والولاد بيحبوا ياكلوا الجبنة القديمة عشان تبقى كويسة عليهم. ده الشرش اللي طلع منها، طبعا مش هنرميه، هنخليه كده في ازازة او في اي حاجة تحفظيه في التلاجة، هتعملي منه احلى مخبوزات. هنا هنعمل الخميرة بتاعة المش. هنعمل الخميرة بتاعة المش، معلقة سمنة بلدي حلوة، وهننزل كده بيها على المرط. هنجيب مرطة اللي هي بتطلع من تسيح الزبدة. آه طبعا دلوقتي كلنا بنجيب الزبدة ونسيحها او محدش بيجيبها. المرتة دي متوفرة بقيت برضو في السوبر ماركت، يعني كل حاجة موفرينها هتلاقيها. هنجيب المرتة كده وهنديها تشويحة مع السمنة البلدي، هنفككها. انا كنت حطاها في التلاجة فعشان كده جامدة معايا. هنفككها كده او هنشوح فيها لحد كده ايه ما تاخد لون بني. تمام. لو حابة تزودي يعني في لونها عن اكتر من كده براحتك، بس حاولي تخلي ايدك فيها عشان ما تتحرقش، وعشان ما تمررش معاكي. آه، المرطة دي حلوة جدا لانها طالعة من سمنة، من زبدة كده فلاحي، مش مغشوشة، طازة، من ناس موثوق منها بجيبها طبعا. حاجة بسم الله ما شاء الله طازة كده. حلوة جدا. هنشوح كده المرطة حبة حلوين، وبعد كده هننزل بباقي الاضافات. طبعا تمشي على الخطوات عشان المش بتاعك لا يدود او تحصل له حاجة. هنا بصوا دول حبة فلفل احمر، سبايسي بارد اللي انتي حباه. سويتهم كده على النار بحبة مية، بعد كده فرمتهم في كبة الخلاط ونزلت بيهم كده على المرطة، هديهم تشويحة، وبعد كده هننزل بباقي الاضافات. يعني الطريقة دي جربيها وعلى نفس الخطوات، والله العظيم بجد تحفة، وانتي اللي هتتحكمي في الحدق بتاع المش. هنا حطيت معلقة شطة. الشطة دي حامية جدا، شطة ناشفة حامية جدا، فعشان كده انا محطتش آه على الجبنة. فاهمين يا بنات؟ لان كله هيدخل في بعضيه كده ويتشرب مع بعضيه، وهتكون حامية جدا، فانا مرضتش احط. معايا 2 كيلو لبن كده في خيرهم، هننزل بيهم. هننزل كده الاول يعني بحوالي كوباية او 2 المرتة تتشربها، وبعد كده هننزل بباقي الكمية. كملي الفيديو للاخر عشان هيعجبك جدا وتستفادي، وتعملي كل حاجتك في البيت يا ست الكل، ما تشتريهاش، بنظافة وطعم خطير، وتتحكمي في كل حاجة انت عايزاها في البدايل، في الحد. انا الصراحة الجبنة اللي بنشتريها من بره حادقة جدا،
ما باكلهاش والله بجد، لا عندي مشاكل وكده، ومش باستصعمها يعني. فانا بعملها على طول للاولاد، وعشان اتحكم في الحدق بتاعها اهم حاجة الملح بتاعها، عشان كده انا بعملها. نزلت بكمية اللبن كلها، بعد كده هنزل بالكمية اللي فاضت دي، وبعد كده يا ست الكل هتقلبي فيها لما تغلي معاكي. صلى على الرسول كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوناش كده في اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، وفضلا وليس امرا شاهدي الفيديو للاخر بالاعلانات عشان خاطر يعني كده، عشان الفيديو يترفع واكمل معاكم، وان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم. هنا كانت عايزه ملح، حطيت لها معلقه ملح بس كده، عشان الجبنه مملحه. انا دقت الجبنه لقيتها مملحه جامد يعني، فعشان كده انتي زي اي اكله تحاولوا تظبطي الملح بتاعك. هسيبها كده تغلي، هتاخد كده غلوتين اتنين، وبعد كده عشان تتقل معاكي. بعد ما تخلصي كل حاجة والشرش والمش ده يبرد وكده، وتحطيه في الجبنة، هتحطيه في برطمان في اي حاجة، وهتسيبيه يومين 3 4 5 عشان الجبنة كده تتشرب من بعضها وتتقل. هنا بصوا كانت دخلت في الغليان. عايزة طبعا هنا لقيت عايزة احط كده قرون شطة ناشفة، لو عندك برضو قرون شطة عادية مش ناشفة طازة يعني، حطيها ما يضرش. انا ما عنديش، فاكتفيت ان انا احط قرون الشطة دي برضو، هي منها هتديها منظر وهتحفظها من مثلا ما تدوتش، وتفضل معاكي حلوة جدا لاخر قطعة. حاجة تاني هنا برضو عشان اللون، عايزة اللون يبقى غامق زي ما بتشتريها من بره، هتحطي معلقتين عسل بس مش اكتر من كده. وبس كده خلصنا الجبنة بتاعتنا. ولو عايزين اعملها لكم الجبنة القريش من الاول كده من الالف للياء اكتبولي وانا هعملها لكم ان شاء الله. هنا كنت الجبنة اتصفت خالص زي ما انتوا شايفين، زي ما انا حطيتها معاكم في المصفى، ده اللي نزل منها اهو، الشرش ده اللي نزل منها. هبتدي كده احطه في العلبة عفوا، هرجعه العلبة تاني، وبعد كده يا بنات هنزل بيها على الشرش. طبعا هتسيبي المش بتاعك يبرد تماما، الخلطة اللي انا عملتها دلوقتي قدامكم هتسيبيها تبرد تماما عشان ما تبوظيش الوصفة، هتبرد معاكي وبعد كده هتنزلي بيها. طبعا هنا في تركية مهمة، لو بتحطيها في برطمان لازم يكون ناشف جدا مفهوش نقطة مية عشان المش ما يدوتش معاكي ويبوظ. انا كنت غسلت العلبة تاني ونشفتها جدا جدا جدا، وهنا كان الخميرة بتاعت المش بردت. هنزل بيها طبعا على الجبنة، ما تخافيش ان شاء الله. هيتلف معاكي يعني هيتقل بعد كام يوم، استني كده عليه اسبوع او 5 ايام مفتاحة عليه، هيبقى معاكي بسم الله ما شاء الله. ولما يا ستي الكل تحبي تاخدي منه تجيبي حاجة ناشفة، معلقة ناشفة او مغرفة وتكون ما فيهاش نقطة مية. وده شكل الجبنة القديمة. شكرا لكم حبايبي الحلوين.